تحية كبيرة للمتابعين زوينين ديالي. الله يجازيكم بخير على الكلام الطيب والدعم ديالكم اللي كيوصلني كل نهار. والله العظيم ما كاين أحسن منكم، كتعطيو طاقة زوينة وكتخليوني نكمل. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، نورتونا ومرحبا بيكم في العائلة ديالنا الصغيرة. اليوم عندنا مواضيع سخان وكل واحد فيهم فيه ما يتقال. غادي نهضروا على الفيديو ديال علي البارح واللي دار ضجة كبيرة في التعاليق، ناس تفهماتو وناس خداو عليه فكرة غالطة. وأيضا نهضروا على عائلة الأزرق نهار الحنة، داك الفيديو اللي كان فيه بزاف ديال اللقطات الزوينة المؤثرة. وغادي نخليها مسك الختام، هي التابعة اللي ما بقاتش عارفة منين تبان. طلعت من زناقيل السراج المغير باش تلقى تكبة تبرقك منها. المتابعين ما تفهموش ردة فعل عالي وحسوها غريبة شوية. علاش؟ حيت الموضوع ديال حمو مع محمد علي كان حساس بزاف. حمو خرج بدعوة خايبة على طفل صغير، وهاد الشي كافي باش أي واحد في بلاصتو يبان غاضب ويحمي ولده. ولكن علي جا ردة فعله هادئة بزاف، بلا صداع بلا انفعال، بحال إلا الموضوع بسيط. وهذا خلى المتابعين يحسوا بأن علي استهان بالأمر، وكأنه ما كيعطيهش نفس الوزن اللي المتابعين كيتوقعوه. الناس اللي كيتابعوا عالي وصال عارفين خبث حمو، عارفين بأن ما كيضيعش فرصة باش يضر ويستفز. وهاد الشيء علاش ملي سمعوا عالي هاد الهدوء ديالو حسوا بأن الطفل اللي تضرر ما تحماهش بالشكل اللي خصو، وبأن حمو خلاه يبان مسيطر ومازال مستهتر بالموضوع. وهنا جا الإحباط عند المتابعين، حيت هم عارفين أن حمو شخص خبيث وما كيتهموش غير الإساءة. ردة فعل علي علاش كانت هكا؟ السبب واضح، العقلانية. علي شخص عاقل، عارف أن أي انفعال أو غضب ضد حمو ممكن يزيد طين بلة. يعني إذا تعصب وطلع عليه الدم ولا عمل شي حاجة بلا تفكير، راه الموضوع يقدر يتحول لكارثة والمشاكل تزيد. علي اختار يبقى هادئ ويحافظ على السيطرة على الموقف، ويخلي حمو ما يزيدش في الإساءة أو يبين مظلوم قدام الناس. هذا التصرف طبيعي من واحد كيحاول يوازن بين الغضب والحكمة، بين حماية ولده وبين التعامل مع شخص خبيث. أما وصال علاش ما قالتش لعلي كل شي؟ السبب كان مهم بزاف. وصال كانت في دار العريس وكانت كتوجد للعرس وكانت مركزة على التحضيرات والمناسبات. الموضوع بالنسبة ليها ما كانش من أولويات هذيك اللحظة. فوق هادشي علي كان مريض، وصال ما بغاتش تزيد عليه ضغط أكثر. هي كانت متأثرة وكتحس بالظلم اللي وقع، ولكن قررت ما تكبرش الموضوع وتخليه يمشي بلا ما يزيد المشاكل. وهذا علاش ما عطاتش كل التفاصيل. المتابعين مع ذلك مرضاواش بالهدوء ديال علي، حيت هو شافوا الخبث والنية الخايبة ديال حمو وكيفاش استغل اللحظة باش يضرب ولد صغير بلا ضمير. ومن هنا المتابعين حسوا أن رد فعل علي خاصو يكون أقوى وأكثر حزم باش يوقف حمو عند حده ويوريه أن هذا التصرف ما مقبوش. من الجانب النفسي كذلك مهم. علي من الداخل ممكن يكون متأثر، ولكن عاقل، عارف أن أي ردة فعل قوية دابا غادي تعطيه حمو فرصة يوري نفسه مظلوم ويزيد يضيع الموقف. يعني هاد الهدوء ماشي ضعف، بل اختيار ذكي وحذر. وصال من جهتها اختارت ما تزيدش التوتر، حيت كانت مركزة على أمور العرس وتحضيرات العائلة وما بغاتش تقل على علي اللي كان مريض. نجيو دابا الفيديو ديال محمد الأزرق اللي صراحة فلق البوز بطريقة راقية بزاف. فيديو زوين متعوب عليه، ورانا صورة ما كناش كنشوفوها بزاف في هاد الوقت، التقاليد المغربية الأصيلة ديال دق الحنة ديال العريس. بصراحة الفيديو كان أكثر من رائع، كل شي فيه منظم، الألوان، اللباس، الزغاريد والضحك ديال النساء الأزرق اللي كيحسوك بالفرحة اللي خارجة من القلب. اللي عجب الناس هو كيفاش نساء عائلة الأزرق داروا كل شي بعفوية وأناقة في آن واحد، كل شي طبيعي، بحال إلا رجعونا لذاك الزمن الجميل ديال الأعراس اللي فيها النية والبركة. شفتوا كيفاش الجلسة كانت مغربية على أصولها؟ اللباس المغربي، القفاطين بالألوان الزاهية، والضحك والبساطة اللي مخلين المكان عامر بالطاقة الزوينة. حتى الغناء كان تقليدي، ديك الأغاني القديمة اللي كتحرك الذاكرة وكتفكرك بأعراس الأمهات والجدات. ما فيها لا موسيقى صاخبة لا حركات زائدة، كل شي بنغمة مغربية خالصة. اللي خلى الناس يتفاعلوا أكثر هو داك التلاحم بين نساء العائلة، كل وحدة عندها دور، وحدة كتوجد، وحدة كتغني، وحدة كتعاون، وكل شي في جو منظم وراقي بزاف. الفيديو عطانا درس كيفاش نفرحوا ونديروا المناسبة بعاداتنا وتقاليدنا بلا ما نحتاجوا منظمين
ولا بهرجة زايدة. بصراحة عائلة الأزاق ورات المغاربة كاملين أن العرس ماشي غير لباس فخر ولا قاعة. العرس هو النية، هو اللمة، هو التعاون، هو البساطة اللي كتدخل القلب بلا استئذان. تحية كبيرة لهم، وخصوصا لنساء الأزرق اللي يعطوا المثال الحقيقي للمرأة المغربية الأصيلة، واللي كتفرح وتفرح وكتخلي البصمة ديالها في كل لحظة ومناسبة. نجيو دابا لختنا التابعة من بعد ما زربات على راسها بالميكا الكحلة من جهة اليمين ودارت القرياج من جهة اليسار، خرجات كتداعي الفرحة وكتقول أنا فرحانة وما قاداني فرحة، ولكن شنو؟ غير الهضرة الخاوية. منين عملات عائلة الأزرق الخزانات، وحدة من هنا وحدة من هي، تسدات عليها الدنيا، ولات محصورة بين الزرب والقرياج وخزانات، ما خلاوها لا تشوف لا تتنفس، سدوا عليها التقابي وسدوا عليها الفتحات، بقات غير كتدور عينيها بحال اللي تقطع عليها الأكسجين. حسات براسها مدعوقة مضغوطة، زناقي ما تفاوهاش، قالت مع راسها ما يمكنش نضيع الفراجة. جمعات الوقفة، دخلات للدار وطلات من السراجم باش تكمل الخدمة ديالها القديمة، تجسس والمراقبة من بعيد. اللي سرق بصراحة عملوا للتابعة أكبر شمس العشية، فلاوها طلع لدارها صحة وسلام، بحال اللي هرب من السوق نهار الكبير. راه لو كان ما داروش ديك الخزانات والله راها باقية تزناقي منشورة، كتطلع عينها يمين وشمال، كتقلب غير على شي حاجة تشوفها ولا تعلق عليها. لكن منين بدا العرس بالصح، عائلة الأزرق ما خلاو حتى منفذ، سدوا الباب الرئيسية اللي كتجي في حق عبد الخالق وأحمد، وهاك تشوف كل واحد شاد بلاصتو، كل شي منضم ومحسوب. أما منين حلبوا شلاغم الباب ديالو ما طولوش عليه، دار خزانة وقفنوها في بلاصة الباب، بحال اللي كيقولوا له سيري طلع لدارك، ما كاين لا سناقي لا جساس اليوم. وصافي من داك النهار التابعة اختفت من الرادار، طلعت لدارها مطرودة بطريقة محترمة. الناس ديال الأزرق خدامين على الجو والفرحة والتقاليد، وهي كانت باغا تبقى كتشوف وتبرقق من بعيد. ولكن الخزانة قال الكلمة الأخيرة، يعني باختصار سدوا عليها الشمس والتقاليد والفرجة وخلاوها غير معصورة بين الزرب والميتة والخيبة. وهكاك عرسات التابعة باللي عائلة الأزرق ما كيلعبوش بو كلها يدخل ويخرج من بابو. وطبعا باقين مع البريباراسيون للعرس حيت النهار اللي غنسافروا فيه قرب، ونخليكم مع احسن جلو اب اللي عملت. المهم اول حاجه عملت الضفيرات ديالي عند اميمه، كنشكرها بزاف تبارك الله عليها، والله الخدمه ديالها متقونه وماشي اول مره كنعمل عندها. عملت بيرمانون الضفرين ديالي، يعني ما لصقت لا ضفرين لا والو، واخترت واحد اللون اللي يكون سامبل. انا وريتها الانسبو وهي عملت لي بالضبط بحال داكشي اللي وريتها. وصافي عملت الفخانج كيف ما كتشوفوا، باش يمشي لي هذا مع اللبسات كامل اللي غنلبس ان شاء الله. وفوالا هذه هي النتيجه النهائيه، عجبوني جاو غزيولين فنيوني وغيمشيو لي مع اللبسات كامل اللي غنلبس. وهذه عويشتي حتى هي ضروري تفرح براسها شويه تعمل شي حاجه مغايره، حتى هي عملت لا بيرمانون الضفيرات ديالها وعجبها الحال وفرحات. ماشي مشكل مره نعملوا شي حاجه جديده. وهذا كيكون النهار الثاني اللي وجدت فيه بيجاما ديالي، هذا المشطه تقشر الجاف والكيس باش نفرك مزيان. المهم جبت البودره السيدر وخلطتها مع الماء، كنستعمل الفرود راسي كمطهر عرفتو الغزاله اللي عنده القشره اي حاجه صافي. وهذا الماسك ديال الشعر، عملت واحد الماسك ديال الوجه اللي فيه ضرر المسوس النيله الزرقاء والنشا عرفتو غزال. صافي عائشه اللي خلطات وكتقول لي والو انا نخلط، صافي خليتها هي تخلط هذا الماسك هذا. انا حضرت هدايا الا رجعوا بويض في سبابي ولا رجعوا في حسنافير في سبابكم. اول حاجه بديت بها غسلت وجهي بالماء سخون وحيت لي بوين نوار، نقي وجهنا شويه باش نوجدوه الماسك، ومورا وجدت هاد السكراب مهم فيه زويت واحد اللعيبه مستخرجه من الورد. صافي سكرابيت وجهي مزيان، واي حاجه كتشيط ما نساوش يدانا حتى هما محتاجين للعنايه. غسلت وجهي بالصابون وقيله 2 مرات، موراها ابليكيت الماسك وفريمون عرفتو واعر بزاف. هذا الماسك نصحكم تشربوه، خليته 10 دقائق. والمرحله المؤلمه خليتها هي الاخر. سي يو اند نيكست باي.